اوكي، هذا الفيديو برعاية دودي شخصيا. بسم الله، خلينا نبلش. هاي البنت اوكي، هاي البنت بلشت على السوشيال ميديا ب يعني الناس شفقت عليها، وهي كتير كانت احوالها تعبانة، وبعدها احوالها تعبانة يعني. بس صار مشاكل من وراها، وصارت تعلق بين المشاهير، وصارت تعمل شغلات وفتن يعني وهيك شغلات. فخلينا نتفرج هي كيف بلشت. اول فيديو لإلك كان مو اول فيديو، هو فيديو اللي طالع اكسبلور خلينا نقول، وبلشت تطلع على الهواء. اوكي يا جماعة عليكم ينشف الدودو. دودي اوكي، هون ما حنكمل، لانه يا اخي العالم ما بترحم كمان والله العظيم. يعني هي طالعه بتسترزق على التيك توك، ويعني عم تحاول انه تعيش هي وابنها وتدفع ايجار البيت والمصاريف، وبسوريا المصاريف غالية انت بتعرفي يعني. بس العالم ما بترحم. يعني هذا الصبي عمره شي 16 سنة. انا على الصعيد الشخصي بكرهه لهذا الصبي صراحة. انا بكرهه لانه الشي اللي عمله مش صح. يعني الشي اللي عمله عيب وقلة ادب وقلة ترباية فينا نقول. وهي ما لها قليلة، ما ببرئها انا، ما لها قليلة. يعني بعد ما صار هذا الشي، هي هذا الحكي اللي هو حكت اكبر منه. وقت اللي كانت طالعة مع لايف مع ابو كراد. اوكي، مرة كانت طالعة لايف مع ابو كراد وانا فت عليه، وكانت كثير عم تحكي كلمات طالعة نازلة، وانا ما توقعت انه هاي البنت بيوم من الايام تحكي هذا الحكي يعني. بس بعدين بعد هذا اللايف، حتى ابو كراد يعني انا ما في شيء بيني وبينه، او ما ولا مرة حكيت عنه ولا شيء. انتبهوا يعني. بس طلعت معه وصارت يعني شغلة. المهم بعد هذا الفيديو صارت تطلع لايفات. خلينا نشوف هون. اوكي، هيك كانت بداية مسيرتها. اول ما بلشت تعمل محتوى وتطلع على العالم. يعني الفت غنية، وهي مطربة للي ما بيعرف يعني. هي مطربة وفنانة مؤلفة وموزعة ومغنية اوكي. مين فات على الحمام ما كمل ما كمل ما كمل. مين فات على الحمام ما كمل ما كمل ما كمل. مين فات على الحمام ما كمل ما كمل ما كمل. مين فات على الحمام. اوكي، مين فات على الحمام وما كب مي. هي الغنية من تأليف وتوزيع وتلحين والحان دودي شخصيا. اوكي، ما بقى دودو ولا دودي ما بعرف. اوكي، انا الصراحة ما يعني شفت الفيديو انا مرة واحدة وضج الفيديو، بس انه ما حفظته يعني اكيد. اوكي، خلينا نشوف. بعد هذا الفيديو طلعوا العالم ينتقدوها، وبلشت هون بدها تطلع على السوشيال ميديا، ما بقى تعرف كيف. فصارت تسوي فيديوهات. خلينا نشوف مثل نبلش بهون. دودي شو بك ليش زعلانة؟ الاندومي. تاخذي اندومي وتعطيني لابوبو. لا. ما عاد في اندومي. بلا. خذي يلا اعطيني لابوبو. دقيقة دقيقة، هي اللقطة أنا شايفها. بدي أندومي بدي أندومي بدي أندومي. شايفها اللقطة، ثواني بس. شو شو بدك؟ الاندومي. شو بدك؟ اندومي؟ ايه. شو بتعطيني؟ ولا شي باي. أوكي، هون هي بدها أندومي. يعني دودي شخصيا بدها أندومي. فطلعت هيك شو بدنا نعمل محتوى. وأنا شايفه للفيديو هذا من زمان، تبع أخت نارين، آه تبع سيدرا. اوكي، بس هي بعتقد انه ياخذ المحتوى من هون، وهو ما بيلبق لها اصلا تعمل هيك شغلات. هي مش صغيره، هي انتبهوا عمرها 30 سنه. انا اليوم اللي عرفت انه عمرها 30 سنه، انا مفكر انه عمرها 20 22 25. بس هي عندها ولد فعلا، وعمره الولد شي 12 سنه هيك انا شفت. قبل ما نكمل الفيديو، انا ضد اللي بيصور هو عم بيصلي اصلا. يعني هي البنت نحن ما بصير نشوفها هي عم بتصلي. اول شي. تاني شي، هي هلا انتبهوا، هي وعم بتصلي شو بتعمل. انتبهوا. اوكي، هي عم بتصلي وعم بتشوف التليفون اذا بعده عم يصوره ولا لا. طيب هذا الشيء ما بيجوز. يعني حتى لو انت ما بعرف اذا هي عم بتصلي عن جد ولا هي عم تصور فيديو، بس هذا الشيء ما بيجوز. انت في اولاد ماسكين تليفونات وقاعدين عم يحضروا، عم بيشوفوك انت عم تطلع يمين شمال انت وعم بتصلي. فلما يجي الاب او الام تقول له لابنها انه ما بيصير تطلع يمين وشمال انت وعم بتصلي، ما بيصير تطلع.
يعني هلا هو ما حقلكم انه حيمشي على ممشاها، بس هذا الشيء غلط انه يطلع على السوشيال ميديا. اوكي، مثل ما قلت لكم انا هذا الشيء انا ضده كتير، انها تصلي وتصور فيديو. انا ضد هذا الشيء، وخصوصي انه هي ما بتصلي مزبوط. المهم بيوم من الايام صار مشكلة مع هاي البنت، وهي البنت ما حقول عنها، انا ما حاحكي عليها بالغلط. اوكي، هي البنت في شيء عم بيصير معها غلط. هذا الشيء غلط. هي طالعه على السوشيال ميديا، اول شيء طلع هذاك اللي الصبي حكى عليها، وطلعت اكسبلور، وبلشت تطلع تقول بدي اندومي، ومين فات على الحمام وما كب مي، وكتير كتير شغلات يعني. ودقيقة خلينا نشوف اذا هون بلاقي الفيديو اللي قالها. اوكي، انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحومة دعاء الملقبة بدودي التكتكرية، سوف ننحرم من بسوسها. ترحموا عليها. بسم الله الرحمن صدمة الرحيم. كبيرة. انصدمت، انصدمت. دودي شخصيا ماتت مرة ورجعت عاشت. بسم الله. اوكي، هون هاي البنت بعد ما صار معها كل هذا الشيء قررت انها تشيل على راسها. مع الاسف نعم. بعد ما شالت على راسها وصارت تصور فيديوهات على انا ما فيني اعرض هاي الفيديوهات. صارت تصور على فيديوهات فيها كلمات قلة ادب، فيها كلمات ما بيصير تنشر على التيك توك، وما بيصير تتصور عليهم بنت اصلا. وصارت تحكي كلام طالع نزل. صارت تطلع مع المشاهير تقول لهم هي ردة فعلي عن التعليقات السلبية، وهي ردة فعلي عن الشيء اللي انتم حكيتوه عني، وهي ردة فعلي عن هذاك الشاب اللي حكى عني هيك بسوء الحميدية. بس هذا الشيء ما لازم يوصلك لانه انت توصلي لهذا الموصول. المهم، فهي طلعت مقابلة مع ماكس. لا، بعثوا له الفانز لماكس انه هي البنت دودي هيك هيك قصتها، وشالت على راسها بسبب المتابعين، وعملت هيك 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 القصة. قام هو بعت عليها جولة. خلينا نشوف. انا ما هي طالعة مع ماكس هي وشيلها على راسها، بس انا ما حطلع شيلها على راسها اكيد، ما حتى ما اكون انا بسببي في عالم اكثر شافوها لهي البنت شيلها على راسها، لانه هي رجعت تحجبت. اوكي، خلينا نشوف شو حكى مع ماكس وهي شو قالت له وشو اتفقوا. اذا البنت هاي بترجع حجابها، ها، وبترجع بتحافظ على حجابها، حلو، تطلب الطلب بلسانها وانا راح انفذه. او اقول لك شغله، اقسم بالله الا وديك عمره انت وابنك تروحي. هون اللي ما بيعرف ماكس، ماكس على طول بس يطلع مع العالم اللي عنده مشكلة او صاير معه شيء، او حدا محتاج لدواء، حدا محتاج لشيء، هو عن جد بيساعده. يعني عن جد هو بيساعده، انا واثق من حكي. بس غلط وعلق مع هاي البنت. خلينا نشوف. تصلي لربك هناك، يلا غيره. بس مش هوديك عمره وبعد اسبوع ترد تشلحي الحجاب، ما هو رب العالمين مش لعبه كمان. هاي بقول لك كيف بدنا نطلع؟ احنا ما معنا جوازات سفر. لا شلون بتقولي لي توج قلتي لي بقدر اسافر؟ ما معي جواز. اللي ما بيعرف هي كل عمرها بتحلم تسافر وتطلع برا سوريا، يعني لانه هي من زمان كانت محبوسة اصلا هي وزوجها ميت بالحبس مع الاسف، الله يرحمه. اوكي، فهي حلمها انها تطلع لبرا، وكانت عم تقول له لماكس فعلا انه انا فيني سافر، بس هي ما هي قصدها انه فيها تسافر، انه ما لها مطلوبه. هو ما فهم عليها مزبوط، بس مفروض كانت تقول له انه ما معي جوازات، صاير معي شيء. اوكي، بس سفر جواز السفر بمصاري ما بيعطوك اياه ببلاش. مش هسه قالت لي مسافر صح؟ هسه يا اخوان مش قالت لي مسافر؟ شو انت تلعب مع يعني ماني مطلوبة، يعني ماني مطلوبة فيني سافر، المطلوب ما لا فيني يا سافر. حبيبي، هسه انت مش قلتي لي بقدر اسافر؟ ايه بقدر، يعني بدي اسافر بس ما في مصاري. في مصاري وانا بعدني قاعدة بسوريا. انا بدي اوديك. ترى يعني عادي، مو كل مين معه مصاري طلع من سوريا. ترى في كتير عالم بسوريا معه مصاري بس ما طلعت من سوريا يعني، بس هي انه مهضومة. انا بدي اوديك العمره. إيه، ومن وين جوازات السفر واجرة الطريق؟ اذا منت في دقيقه شوي قبل هسه بضيع الحسنات كلياتها، لا تفوتيني بالحيط. معك جواز سفر ولا معكيش؟ ما معي لا انا ولا ابني.
وشلون بتقولي بدي اسافر لعاد؟ بينعمل جواز السفر ب 24 ساعة. يو هي اذا بتنتبهوا بتحكي بكل ثقة، يعني انا رح اعيد اللقطة هلا. شوف شلون بينعمل جواز السفر ب 24 ساعة، انه هي تطلع عليه بالعيد. شوف معك جواز سفر ولا معكيش؟ ما معي لا أنا ولا ابني. وشلون بتقولي بدي اسافر لعاد؟ بينعمل جواز السفر ب 24 ساعة. يو يس. يس. وقديش بكلف؟ انت اسأل مشان ما اقول اني انا عم كذب. انت اسأل، ما عندك عالم بسوريا؟ اسأل. قديش بكلف جواز سفر بسوريا الربع؟ ايه اسألهم هن بيقولوا لك، الا السارق قديش مو بكلف؟ البطيء. استنى المهم ما حطول عليكم لانه الفيديو تبعهم هي وماكس 3 ساعة. هون سأل ماكس وطلع بكلف الجواز السفر شي 250 دولار او شي 300 دولار. وقال له ماكس قال له انه انا رح اطالع لك جوازات سفر الك ولابنك وابعتك عمره. اوكي. بس هون بعد ما قال له هيك و 3 4 ايام ما بعت لها، هي انبلى انه دغري يبعت لها، يعني يسكر لايف ويبعت لها مصاري، يقول لها روحي اعملي جوازات سفر وسافري. بس ما لحق هو اصلا يبعت لها، يعني هو صار بعد هذا اللايف ب3 ايام نشرته للبني ادم على التيك توك. خلينا نشوف اول شي هون مع بكرات شو كانت عم تقول له. هون هي تحجبت وطلعت مع بكرات بعد شي 3 ايام. هون ابو كراد برافو عليه، يعني عرف يرد عليها. بس بنفس الوقت هو ما بيزعلها، يعني هو زلمه كبير ابو كراد وهي صغيره يعني بالنسبه له. صار ماكس يبعت لي، انا استغربت قلت شو بده مني ماكس. نزلت من عند ابو شمس وطلعت مع ماكس، فرحت انا والله طالعه مع ماكس. تتذكر هذيك المره قلت له امتى قلت لك بدي اطلع مع ماكس؟ ايه اختي. ايه ولا صار لي البسي الاشار وما بعرف شو، رح نساعدك ما بعرف شو. لبسني الاشار وصار اللايف تبعه 30,000 وارتفع وكل العالم ساعدته وهرب. اذا بتعرفوها انتم من قبل، هي طلعت مره مع ابو عبده وقالت بسبب هيك يتروا العالم عنده. وهلا ماكس، يعني دودي طلعت مع ماكس. ماكس يعني علي ليفله بالتيك توك. اذا بتلاحظوا هي مع مين ما طلعت بالتيك توك جولات تتقتل معه، يعني ما في غير نزار، الان، كنان، نايا، هدول المتفقين معها بالتيك توك. ولا ما تبقى كله هي على الانمي، وفي ابو كرات كمان. بس ما تبقى كله هي على الانمي، يعني مع الايام يمكن تلاقوا دودي ما حدا عم يطلع معه، ما حدا بيرضى يطلع معه، لانه مع مين ما عم تطلع عم تعلق وعم تنكر. يعني اذا حدا عم يساعدها، حدا بعد 3 ايام بتنكر. هون انا ما عم بقول انه بعت لها ماكس، انا ما بعرف. قال رح يبعت لي يعمل لي جوازات سفر وعمره واجار بيت وما بعرف. اوكي. هو انا حضرت اللايف كامل، قال لها بدي ابعت لك حق عمره وجوازات سفر بس. ما قال لها لا راح ادفع لك ايجار بيت ولا حاعطيك مصروف. اوكي. هلا من حكيه واضح انه بده يعطيها مصروف، تكاليف العمره كلهم عليه، بس ما قال لها بدي ادفع لك ايجار. هذا الشيء هي عم تحط بهارات من عندها. شو هرب؟ هو بالكازينو سهران بلبنان. اوكي. طب هو قال لك وما اعطاكي، انت ما دخلك اذا هو بيروح على الكازينو، بيروح على الجامع، ما دخلك فيه انت. شو ما بيعمل الزلمه بيطلع مع نسوان، ما دخلك فيه انت. الزلمه قال لك بدي ساعدك منيح منه، بس هو ما لحق. هو بعد 3 ايام انت ما رجعتي حكيتي معه اصلا وطلعتي تفضحيه على اللايفات. ليش؟ ايش خلاص صار بدك كذا وانت شو دخلك؟ ما دخلني فيه، انا يسهر شو بدي فيه؟ طيب شو بدك فيه؟ ليش عم تحكي؟ طيب حلو. ما حول لي. وما دعمك اسد؟ دعمني باسد بس قال بده يحول. انا هلا هي عرفتها انه بعت له اسد. والله انه كفو عليه والله. شباب يعني ترى الاسد مو غالي، هو بيشتريه ب 400 دولار مدري 350 دولار. يعني الاسد مو رخيص. حلو. وبعت له اسد، يعني هي لازم تحمد ربها انه ماكس ساعدها باسد. هي لازم ما تنسى له اياها والله، لانه هي بوضع، يعني اذا حدا بعت لها اسد لازم كثير تنبسط، لانه انتم بتعرفوا الحاله بسوريا وهي حالتها مش منيحه. لي طيب تحويل قاضي يحول لك كن فيكون بتصير. بس العالم عم يقولوا انه حول لي، عم يكذبوني. هلا العالم قال بدي يحولوا، يعني خلص انا قلت لك بدي احول لك انا 100 دولار. طب يمكن بكره احول لك، يمكن بعد بكره، يمكن بعد 3 ايام. ليش تحكي علي؟ يمكن بعد اسبوع، يمكن بعد 4 ايام. طب والله انت عم تحكي عليه، بصير يشوف انك انت عم تحكي عليه بطل يساعدك هو والناس اللي عنده. انت عم تحكي على ميكس
ما ساعدوني ما بس انا مش ساعدوني بس انا مش اسمعيني. انت عم تحكي عن ميكس ما حدا بصدقك عشان حكيتي عليه، لانه ميكس موقف مع ناس كلها وناس طيوبه، وانا ميكس اللي بعرفه اكثر من كل العالم. ما حطول عليكم كمان بهذا الفيديو، بس كفو عليه والله انه عجبني ابو كراد هون صراحة. انا مني وعليك كنت اكره لابو كراد صراحة، بس بعد هذا الموقف كذا موقف شفتهم لإله زلمة وصلني اخبار انه صاير معه كتير شغلات مش منيحة بحياته، ومرق بكتير مشاكل، ولهيك هو ممكن شوي على التيك توك صار يحكي شغلات انه ممكن مش منيحة، لانه انت تقعد تحضر انت وعائلتك وكذا. بس وقت الجد عن جد ابو كراد زلمة معدل. كيفكم جايز؟ شو اخباركم؟ بالنسبه لميكس يوم طلع عندي، يوم اجى لعندي باللايف وبعت لي دعوه وطلع معي وقال لي انه هو اني انا بطلب عيونه بيعطيني اياهم، وانه هو رح يحول لي اجار البيت ويساعدني، ويبعت لي اعمل جوازات سفر انا وابني، ويبعت لي عمره ويساعدني، واذا بطلب عيونه بيعطيني اياهم. كان كله دراما وفيك كله دراما وفيك يعني، ترى انتبهوا. وتمسيح عم تطير بالهواء. تمسيحة يعني هي بتحكي على الزلمة ومهضومة، يعني مشان الواحد انه يصدقها، عرفتوا يعني مشان الواحد انه هو عم بيحضرها انه هي عم تحكي عن جد بكل ثقة. هو ما قال بدي ادفع لك ايجار البيت، يعني والله العظيم هي الشغلات ما هي منيحة. ما انت انت صرتي مشهورة هلا، انت هي تعتبر مشهورة هلا. يعني هلا فت على اللايف انا تبعها من شوي عندها 2000، انا ما بحضر انتبهوا، بس لانه بدي اعمل هذا الفيديو فت على اللايف لشوف شو صاير، وعندها 2000 شخص. يعني صار كلامها محسوب عليها، وصار صارت هي بين المشاهير، يعني هيك عم تخسر من كلهم هن هي. يعني صار هلا اي واحد بده يحكي معها بيخاف، لانه هي عم تنكر وعم تحكي شغلات غلط. كل هالحكي كذب بكذب، وما عاد حدا دعمني من ورا ميكس، لانه هو عم يقول للعالم انه هو تكفل فيني او عم يحول لي. ترى ماكس ما قال تكفلت فيها ولا قال انا حولت لها، بس بعت اسد، وحتى ما بعرف اذا هو قال انه بعت له اسد ولا لا، بس شيء مبين، بس هو ما قال هذا الشيء. هو بالاساس بعت له على الخاص وما رد علي. بتمنى تفهموا هاي النقطة، انه ميكس عمل دراما وعمل كذب وعمل وهم، ولا ساعدني ولا وقف جنبي ولا شيء، بالعكس ضرني، ما عاد حدا دعمني وما عاد حدا ساعدني. هي بعد ما طلعت اللايف مع ماكس بلش على فكرة اجاها كتير متابعين بهداك الوقت، وبلش حسابها يطلع كتير. وهي اصلا ما كان عندها دعم قبل، يعني هي لهلا ما عندها دعم، عندها 2000 بالبث وما عندها دعم، وقبل ما كان عندها دعم. يعني هي مو بسبب ماكس ما بقى حدا يدعمها. لانه مفكرين انه ميكس عم يحول لي وتكفل فيني، بالعكس انا بعت له على الخاص وما رد علي، وحتى ما عاد طلع معي جولات لانه لايفي نزل. شكرا لكم. يعني هو اجا اخذ للمتابعين وراح. والله العظيم. اوف. طيب في فيديو لها لشوف اذا بلاقيه هون. اوكي هون بعد ما تحجبت وماكس ما اعطاها مصاري، خلينا نشوف شو طلع معها. لا شيء يعجبني. بدي اندومي، بدي اندومي، بدي اندومي. بدي اندومي. شباب انا نظرة البنت بتقتلني، الا هي سبحان الله، قسما بالله ولا تحركوا مشاعري يا الله. المهم الله يكون بعون الناس، و بتمنى هي حتى تضلها هي عايشة هي وابنها مرتاحين، وتقدر تغطي مصاريفها من التيك توك، بطل هي تعمل هي الحركات. هاي الحركات صارت قديمة. تذكروا ابو فاضل لما طلع يحكي عن الفلافل، كمان انشهر فترة وطلع صار يعمل فيها بطل ويحكي عن المشاهير. شوفوا هلا اختفى ابو فاضل، اختفى. يعني طلع فترة كتير ضج، وصار التيك توك هو اكسبلور على التيك توك، بعدين اختفى لانه صار يعمل مشاكل. بس يعني انا بتمنى انه هي البنت تظبط وضعها معهم وتبطل تعلق مع حدا وتحسن تعيش هي وابنها وتستمر. بس انا مثل ما أنا شايفكم هاي البنت ما حتستمر، ومن هون لثلاث اربع شهور ما حيكون عندها متابعين مثل ما هلا عندها. هون بدنا ننهي الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبكم هذا المحتوى. هذا اول فيديو لإلي بكون عم بعطي رأيي بمحتوى حدا، وممكن نقول عنه فيه شوية انتقاد ممكن،
بس على الاغلب بدي اكون عم بعطي رايي ورياكشنات، وان شاء الله يكون يعجبكم المحتوى. ما تنسوا تتابعوني وتحطوا لايك فضلا وليس امرا. وفيديو جاي ان شاء الله بدنا نحكي عن الشخص اللي انا بشوفه لازم يلتقى هو ودودي لحتى يعملوا محتوى كتير رائع. السلام عليكم اخواتي، السلام عليكم. حاولوا عم ناكل فول وجبنه ومحمص ومتبل وبصل وزيتون ومكدوس. حاولوا اخواتي، حاولوا، تفضلوا حاولوا. شباب انا بالنسبه لإلي هذا الانسان اكثر انسان بشوفه، هي ما لها صغيره، هي عمرها 30 سنه، بس اكثر انسان بشوفه ممكن يتفقوا مع بعض هو ودودي اذا عملوا علاقه سوا، والله يجمعهم بشي لايف ويتقتلوا سوا، لانه اثنين سوا بيطلع لايف رائع صراحه. والله يوفق كل الناس، ما بنتمنى الا كل الخير لكل حدا. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، برجع بقلكم ما تنسوا تحطوا لايك واشتراك قبل ما تنهوا الفيديو. وان شاء الله بنشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.